اش كاين في الرباط؟ واليوم كنتواجدوا في بلاصه جديده واعره بزاف سبيسيال باش تعرفوا هاد البلاصه شنو فين كاينه وشنو هي. تبعوا معايا الفيديو. قلعة روتنبورغ الألماني، والمعروفة أيضا عند ساكنة الرباط باسم البرج الكبير، كتواجد في حي المحيط منتصف الطريق الرابطة بين منارة الرباط والمستشفى العسكري على طول كورنيش. كتعتبر أول بناية بالإسمنت المسلح في تاريخ المغرب، والبرج مشيد بالكامل بالحجارة المنحوتة. بني في نهاية القرن 19 بأمر من السلطان الحسن الأول للمساهمة في حماية ساحل مدينة الرباط. تم تشييده سنة 1888 وتم الانتهاء من تشييده سنة 1894. سمي بروتنبورغ نسبة للمهندس الألماني والتر روتنبورغ اللي بنى هذه المعلمة بالتعاون مع المهندس المغربي سكيرج. توضع فيه مدفعين من نوع كروب بوزن 30 طن لكل واحد منهما من إهداء ألمانيا للمغرب. اطلق أيضا على برج روتنبورغ أو البرج الكبير سنة 1912 ببرج هيرفي نسبة للقبطان الفرنسي هيرفي اللي قضى هناك على إثر تحطم الطائرة ديالو. تحول المتحف بعد ترميمه سنة 2019 إلى المتحف الوطني للفوتوغرافيا. صراحة مكان رائع وكيتستحق الزيارة، وغادي نزوروه في الفيديو الجاي وغندخلكم باش تكتشفوه. نتشوفوا في مع اش كاين في الرباط.